كلمتي انا وبس، واي حد فيكم هيعترض ملوش غير طلقه رصاصه في دماغه وورقه بيض عليها دم غنومات، لانه مصاب بالوباء وخطير على الارض والبشر. المتهم الاول محكمة. ابو الخير الحسين، عمده وكبير من كبارات البلد. أنا مثال للنزاهة والشرف، وكل أهل المدينة وكباراتها عارفين مين أبو الخير الحسين. تقدر تقول لنا منين جبت كل الاراضي اللي عندك، ومين اللي بيستورد التقاوي والكيماوي؟ كله بالقانون، ولو كانوا لقوا حاجة مخالفة عندي كان زمانهم قابضين عليا ومسجون. عزبة الحاج محروس اللي انت ضمتها للكنفدان اللي عندك، مش انت برضه اللي زورت وصولات الامانه عليه علشان تاخد الارض منه؟ ما حصلش. مين اللي قال كده؟ هو اللي كان راجل كرش واسع وعايز ياكل لوحده، والوصولات سليمة وبالقانون. انت اللي وزيت عليه، وكنت بره المدينه علشان تدفع ثمن المخدرات اللي اتمسك بيها الراجل الغلبان، وعربيات الكيماوي والتهاوي اللي دخلت المدينه دخلت من هنا، من نقطه الحدود دي. يعني انا عارف هي بتروح لمين وجت منين وايه مكوناتها بالظبط. انت السبب في الوباء، وانت اللي دمرت المدينه. محكمة. المتهم الثاني صديق شرف الدين، مسؤول المدينه المحترم، وواحد من اهم شخصيات المدينه وافضل متحدث في الوسط وصاحب اموال وشركات. انا بقى محدش يقدر يقول عليا كلمه واحده. اسمي وسمعتي مثال للشرف، وعلشان كده كلمتي بتمشي على الكبير قبل الصغير. تقدر تقول لنا ازاي ابتديت كمسؤول وانت تعليمك عادي، مستواك عادي، تفكيرك عادي، اكبر حاجه يقدر يقدمها انه يقول حاضر وطيب ونعم وبس؟ ويدي شويه، وبعدين كله بالقانون، وكله مسجود في كل العقود والاوراق. شحنات النفايات اللي اتدفنت في ارض المدينه، والناس شركاتك اللي انت ضحكت عليهم وخسرتهم فلوسهم، منهم اللي مات ومنهم اللي اتجنن ومنهم اللي انتحر، واللي بقى مع اهل المدينه مات بالوباء. كل شيء قانوني جدا. دفن النفايات كان بيتم تحت مراقبه اكبر منظمات العالم. اما الناس اللي انت بتقول عليهم انهم خسروا فلوسهم فدول كانوا طماعين، داخلين التجاره وفاكرين انها مكسب وبس، ونسيوا ان التجاره مكسب وخساره. وموقفي كمسؤول سليم. الوباء حصل بسبب النفايات، واللي انا شفتها وسمحت بدخولها بسبب الورق السليم. انت السبب في الوباء، وانت اللي دمرت المدينه، وكنت بره المدينه علشان تدفع ثمن فلوس الشحنه الجديده، وطبعا فلوسك كلها بتتحول للمدينه الثانيه. ايدك كلها دم الفقراء والغلابه، وشركاتك مليانه بالعمال، بتجيبهم من المدن اللي حوالينا، بتشغلهم وبتاخد شقاهم وعلاهم وبتدوهم يدهم في فتافيت. محكمة. المتهم الثالث عبد الرحمن الامين، ابن العيله فقيره، عاقل والديه، ساب المدينه وخرج، ولا عنده فلوس ولا يملك عقارات ولا عنده اخلاق. أنا واحد طلع لقى أهله عايشين في فقر وجهل، وناس تانية أغنياء غنى فاحش. مطلوب مني إيه؟ أعيش جنب الحيط ولا أبكي على فقر واحتياجي، ولا أضحك على عيشي؟ عبد الرحمن، تقدر تقول لنا منين جبت كل الكره اللي عندك؟ وازاي قدرت تستحمل الضغط ده كله عليك؟ وتعيش ازاي وجواك الوباء؟ وباء الجحود والكره ونكران الجميل. أنا إنسان طبيعي، وأكبر دليل على ده أنت نفسك يا عماد بيه. ظروفك نفس ظروفي، فقر وجهل، والناحية التانية غنى وحلم. عملت إيه حضرتك؟ سبت المدينة وجيت سكنت هنا، وبقيت مسؤول نقطة الحدود، وليك اسم. عبد الرحمن، بص بقى انت لوحدك كوم، ولو الجيل ده كله زيك يبقى قرابتكم سليم وتستاهلوه. لما يبقى الواد ما يقدرش مجهود اهله والنعمه يبقى هو ده الوباء فعلا. وبما ان سلامه مش هيستفاد منك بشيء ولا انا طبعا، يبقى الحكم عليك صدر. محكمة. المتهم الرابع حسام ممتاز. انا ماليش دعوه بحاجه، وتحت امرك يا عماد بيه. برضه بص بقى يا حلوين، تمن حياتكم 50% من ثروتكم تتكتب باسم حلو، و5% باسم سلام.
10% باسم سلام. باشا. طباخ السم بيدوق. باشا. وهسيبكم تعدوا للمدينة، بس في حاجة أخيرة. أنا عايز مروة ليلة وتعدوا فورا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي الحياة كر وفر، الشمس تطلع والليل يكر والنور ظلام والحق يمر وإن مات الخير جوانا يطلع شر. إنسان بلا إنسانية. كيف يعيش؟ كيف يعيش إنسان بلا إنسانية؟ أسمى ما تحيا من أجله أن تكون إنسان. صعبة. رحمة بالبشر، بالحيوان، بالنبات. هل لحظة واحدة لو كان كل البشر بلا إنسانية كيف تكون الحياة؟ وإن كان كل البشر بكل إنسانية كيف تكون الحياة؟ ممكن حضراتكم تقولوا لي يمكن نعمل حاجة لو البشر بلا إنسانية؟ تردوا تقولوا إيه؟ واضح إن الإجابة صعبة شوية وجاي لكم تاني. الحيرة صعبة والحياة أصعب كتير والقرار المر طالع، بس إيه هو المصير؟ الحيرة صعبة والحياة أصعب كتير والقرار المر طالع، بس إيه هو المصير؟ علشان أعيش لازم أنزل الحضيض، واللسان القاسي قالها والعقاب ذل وبغيض. علشان أعيش لازم أنزل الحضيض، واللسان القاسي قالها والعقاب ذل وبغيض. لو رفضت الأمر موتي والسواد ما فيهوش وميض، لو رفضت الأمر موتي والسواد ما فيهوش وميض. حد فيكم عنده فكر
منتظم وفي خط سير. الحيرة صعبة والحياة أصعب كتير. أنا ماليش دعوة بحاجة وماليش دعوة بحد. أنا اللي عندي هديهوله أكيد هيسيبني أعدي المدينة. أنا مفيش خوف مني، طول عمري عايش في حالي. بس لو كان طلب أي طلب وإحنا في المدينة أيام العبودية كان سهل جدا أنفذه وفي الحال. ياما طلقت ستات من رجالتها، وياما شهدت على جوازات عرفي، وياما الواحد شاف ليالي كلها فرحة ونعناشة وفرفشة. بس الحال هنا لأ، الوباء خد كل المدينة وحياتي مرهونة بجرة ألم. بس هو إيه اللي بيحصل ده؟ ده أنا زي ما أكون بحلم. هو أنا بعد السيادة والكلمة والأوامر يجي واحد زي ده يأمرني؟ لا، وإيه؟ وأمره مربوط بحياتي. ده أنا لما كنت في المدينة وكنت مسؤول كانت مليون ست تتمنى إشارة مني، واللي بتعرض نفسها واللي نفسها أتجوز واحدة من بلدها، وغير حاجات تانية كتير. وكله كان طمعان في إمضتي وكلمتي. يلف الزمن ويبقى مطلوب مني أنا أقدم خدمات زي دي. لا، وعشان إيه؟ عشان أعيش. بس لو أنا ما عنديش حاجة أقدمها، مفيش غير أمانة ربنا، روحي وجسمي. روحي وعماد بيراهن، وجسمي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ساكتين ليه؟ اتكلموا. حد يقول هيموتنا؟ انت مش هتموتي ولا حاجه، بالعكس ده انت الوحيده اللي حياتك مضمونه من عماد بيه. والتمن؟ كأنه من غير تمن، ولا أقول لك التمن بسيط، لحظة واحدة وخلاص كل حاجة بتتنسي. تمن ايه يا عمده؟ وايه هو اللي هيتنسي؟ فهمني. انت عارفه ان الحياه هات وخد، وطول ما الانسان عايش بيدفع ثمن العيشه. صح يا صديق باشا، بس ده تمن بيدفعه كل البشر. عمرهم، حياتهم، احلامهم، وكلنا بشر ولا ايه؟ سيبك من الأحلام، الحلم وهم، الأهم هو الواقع. والواقع بيقول اللي ملوش أهل وسند هيدفع ثمن الحياة من روحه وأعصابه وشرفه. كنت تقول لنفسك قبل ما تضرب ابوك وتهرب من اهلك ويموتوا وهم داعيين عليك بدل ما يدعوا لك. من الآخر كده ومفيش كلام تاني، رقبتنا احنا الأربعة مرهونة عليكي. ليه يا عمده؟ هو كان حد قال لك ان انا بضرب بفلوسكم في البورصه؟ ولا لا سمح الله مسؤوله عن حياتكم؟ افهمي بقى، الله، انت الامل الاخير لينا عشان نعدي الحدود ونروح المدينه. بصراحة كده مفيش غيرك انت الوحيدة اللي ممكن تنقذينا. انت فوق النجاة لينا. ايوه، انت طول النجاة لينا. ونزلت البحر من اساسه ليه؟ كنت خليك في حضن ابوك وامك. قولوها كده من الاخر، عايزين مني ايه؟ ليه؟ مع عماد بيه هي تمن حياتنا. ايه؟ بتقولوا ايه؟ انتوا رجاله انتوا؟ ازاي عايزيني ادفع تمن حياتكم؟ ايه؟ مفيش دم؟ مفيش اخلاق؟ ضميركم فين؟ راح مع الوبا؟ اخلاقكم فين؟ دفعتوها تمن عشان العمده يبقى عمده والمسؤول يبقى مسؤول؟ حتى اللي عايش عقل اهله عايزني انا ادفع التمن. وانت يا حسام بيه ايه رايك؟
انا ماليش دعوه بحاجه وماليش دعوه بحد. كل واحد يعمل اللي في دماغه. ماليش دعوه بيهم. انا اللي معايا هديهوله وماليش دعوه. مالكش دعوه بايه؟ وانا مطلوب مني افدي رقبتك. انا ما طلبتش منك حاجه ومش هطلب. تموتوا تعيشوا انا مالي، اهم حاجه حياتي وبس. يعني ايه؟ تدفعوا ما تدفعوش. قلت قبل كده محدش يطلب مني حاجه وانا مش هطلب من حد حاجه. والعمل ايه دلوقتي؟ في ايدك انت، وليله واحده مش موضوع، بس فيها حياتنا كلنا. ليلة واحدة ما فيهاش حاجة، بس حياتنا من غيرها هتروح. وبعدين ده انت يمكن تاخدي فيها ثواب. امال ليله واحده ونعدي المدينه التانيه ومحدش هياخد باله، هنبقى اغراب جم مدينه وسكنوا فيها. ده انا نفسي هنسى اللي حصل مع سلام. انتوا بتقولوا ايه؟ انا لا يمكن ادفع ثمن حياتكم. مالكيش اختيار، حياتنا احنا الاربعه وانت الخمسه اهم من اي حاجه. والحكم دلوقتي لعماد بيه وكلمته وحكمه صدر. خلاص يا عماد بيه، يا عماد بيه. استنينك.
حوادث الإنسان أحيانا إن إحنا بنقفل ودانا، بنقفل ودانا عن الحقيقة، عن كل شيء، عن كل شيء. كيف يحيا الإنسان بهذه الصورة؟ بهذه الصورة كيف يحيا؟ كيف يتعامل معه الآخر؟ هل الاستغلال للنفس، للجسد، لكل معنويات ومقومات الحياة، هل يمكن أن يكون؟ لو واحدة من حضراتكم في الموقف ده هتعمل ايه؟ ممكن حد يرد عليا؟ مفيش إجابة. عشت الاميرات وانت معايا. سيبك من ده كله، سيبك من ده كله. ورقتين مهمين من العمده سيب معاك الورقتين عشان تطمني. افهمي بقى، مبقاش عندك حاجه تخسرني. اللي حصل حصل، انتهينا منه ونسيناه. يبقى بلاش كلام، بس بس هنبدأ حياتنا بس، وصدقني هنعيش حياتنا من جديد، وهتكون ملكة عرش قلبي. انا جاي اطمن عليك واشوفك هتعملي ايه في المدينه الجديده. هتعيشي ازاي وانت ولا فلوس ولا مكان ولا سنه ايد ورا ظهرك؟ انت بنت حلال، ربنا هيسامحك وربنا غفور رحيم. لازم تفهمي ان انا عملت كده بس عشان كلنا نعيش ونعدي بسلام، والا كان الزفت اللي اسمه عماد ده قتلنا وخلص مننا كلنا. انسي موضوع وراح ومحدش هيجيب سيرته ولا هنفكر فيه تاني ابدا. بصي، بكره هنعمل لك مدينه تانيه خالص، واللي باقي من السنه ده هيعيشنا لاحسن عيشه. وبعدين انت عايزه ايه غير لقمه تسيب جوعك وهمه تسكن جسمك واربع حضان تعيشي فيهم؟ دول انا هوفرهم لك، هتعيشي معايا في بيتي. اول ما نوصل للمدينه الجديده هكتب لك عقد مدير البيت بمرتب كبير وزياده شويه
عايزين نفتح بقى صفحه جديده مع بعض وتنسي اللي فات وفكري في بكره وبس. انا عن نفسي هنسى كل اللي حصل، مش هفتح بق الكلمه. بصي الليله هتعدي خلاص والصبح هتبقي معايا، هفتح لك باب العز والحياه. ما نفكروش في اللي فات وخلينا نقضي الليله بسعاده ونمضي انا وانتي عقد الحريه والحياه الجديده. هتوافقي؟ ما عندكيش فرصة تانية ولا عندك أي حاجة تنفعك في المدينة الجديدة اللي هتروحيها. ليلة وليلة ورقنا خلص وضمننا حياتنا، والصبح هندخل المدينة الجديدة واحنا ناس جداد في كل حاجة. هندخل مدينة نظيفة ما فيهاش وباء ولا مرض ولا خوف، مدينة هنشتغل فيها وهبقى من كباراتها ومن أهم رجال المال والأعمال فيها، ويبقى عندي ثروة وسلطة ونفوذ. ما تخافيش، انت هتكوني معايا، كل اهلي وناسي وشغلي وثروتي، انا وانت وبس، والحكايه بسيطه. مفيش مكان في الدنيا مش محتاج المتعه والسعاده، واللي عماد عمله ببلاش وكان تمنه حياتنا بكره هيبقى باعلى سعر ونغتني. ما تخافيش، محدش بيفتكر حاجه، ذاكرة الناس زي السما، والناس اللي في المدينة الجديدة زي أي ناس بينسوا بسرعة. واللي حصل عشان نعدي يحصل عشان ناكل ونشرب ونعيش ونبقى أسياد الناس. وما تخافيش، أنا هبقى جنبك ومعاكي. فكري وهجيلك تاني، احنا مش أقل منهم في حاجة، خلينا نعيش. بكره الصبح هتكوني في المدينه الجديده. عماد بيخلص الورق المطلوب، هتعملي ايه؟ هقول لك انسى اللي حصل، فكري بكره. وانا قلت لك قبل كده انا ماليش دعوه بحاجه ولا ليا دعوه بالدنيا وما فيها. انا عايش النهارده، بكره هموت وخلاص. وانا لا بقول ولا بقول لا، حياتي كده. كل اللي اقدر اقوله انك بكره الصبح هتكوني في مدينه جديده ومحدش يعرفك فيها. انا وسهل عيش، تعالي عيشي معايا واوعدك هتجوزك على سنه الله ورسوله. انا عارف طبعا ان بيدور جواكي سؤال دلوقتي، لو حد اتجرأ عليك وانت معايا هنعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. انا عايز اقول لك حاجه، عايزك تفكري كويس وهجيلك واوعدك هتكوني معايا معززه مكرمه. مساء الجمال والرقة على كل الجمال، يا مساء الجمال والرقة على كل الجمال. والله وزهزهت بعد ما غمقت، والليلة معادي مع الرقة. يا ترى انت فين يا رقة؟
يا ترى انت فين يا رقة؟ يا رقة. وأطير وأرفرف في الفضاء، وأطير وأرفرف في الفضاء، وأطير وأرف. رقة قرف رقة قرف. صديق تاني جابك هنا دلوقتي؟ انت جاي هنا لسه عادي؟ ايه ده؟ عمدة وصديق باشا؟ شكل مروة اقتنعت بفكرتنا وبدأت في التنفيذ. وماله؟ بص بقى يا عمدة، أنا مش هعاملك زي الغريب ولا أنت يا صديق باشا. كل اللي هتعملوه هتدفعوا نص الثمن، بس كل واحد يكتب لي ورقه بالمبلغ. انت تخرس خالص. ايه اللي جابك هنا وسط الرجاله؟ انت عيل خايب. وفلوس ايه اللي انت عايزها؟ اطلع من هنا حالا ولا نسيب سلامة. لا بقى، احنا هنا كلنا واحد ومفيش حد احسن من حد. كلنا خارجين من وباء ورايحين مدينه جديده. أمورة خطبوها ناس دكتورة، قالت وأنا مالي يا أبويا، ده حبيبي جميل الصورة، ده حبيبي جميل الصورة. إيه يا سنيورة؟ معانا سنيورة واحدة وأربعة، ناقص منهم ثلاثة، يتبقى الواحد، هو الواحد، أنا الواحد. العمدة وصديق وعبد الرحمن. أهلا. هي مروة خايفة من كلامي وجايبة دول يشهدوا عليا؟ مش هم دول اللي ما انت كنت موجود ساعة الليل ليه؟ وبعدين اللي شاف زي اللي حرض زي اللي شاف وسكت. ايوه، يعني ما حدش عايل حاجة، كلنا هنا واحد. ايه مالها؟ ايه ماتت؟ لسه. هل يحيا الإنسان وهو ميت؟ كيف يموت الإنسان وهو حي؟ الحقيقة، هل يتذكر الإنسان أي ماضي كان في هذه الضغوط؟ انهيار الأعصاب، الاستغلال، الانتهازية، الجحود،
يستطيع أن يتسم بالتسامح والغفران. الحب. هل تنصفكم الأيام؟ هل نجد الحب والخير والجمال الأمان؟ كلنا نقدر نحب لو عايزين نحب. هل تحيا بطعناتك أم تسمح للأيام بأن تداوي جراحك؟ مفيش فايدة. قدمت لكم ورقة الأهرام المسرحية العرض المسرحي طفل تأليف أسامة صبحي محمد، مصطفى عكر المصري، هاني أبو الحمد، الوليد مصطفى، موسيقى أحمد حامد، مخرج منفذ كمال مرعي، القصة القصيرة لجيدي مؤسسة وتأليف أسامة صبحي محمد. كان معكم بالغناء المطربة آلاء.
جديد لمدة ساعة. الأستاذ محمد سامح الراوي.